يا صباح الفل عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض حاجه كده جميله، اكله كده كلنا بنحبها ومشهور بها محافظه البحيره، مشهوره بالاكله دي. الاكله دي اسمها يا جماعه اسمها بورمه، ما اعرفش هم مسمينها كده ليه، بس يعني احنا كنا عشنا هناك فتره فكانوا بيعملوها يعني وحبناها، يعني حبنا طعمها. وهي بتتعمل طبعا من اللحمه ومجموعه خضار، بطاطس بقى وكوسه وبسله، اي خضار موجود عندك. تمام. فاحنا الاول كده غسلين اللحمه بتاعتنا كويس وحاطين الحله بتاعتنا تسخن. هنزل فيها كده بنص معلقه سمنه وهوريكم انا هعملها ازاي. يلا بينا كده على البوتاجاز. هنا الحله بتاعتنا سخنت، هنزل فيها نص معلقه سمنه. طبعا كل الشغل على نار عاليه. خلاص ننزل بقى كده على اللحمه كده، هي اللي بتديلها صدمه كده عشان تقفل المسام بتاعتها. هبدا اقلب اللحمه النص الاول، اقلبها كده على النص الثاني عشان انزل الوسط. اسيبها بقى تتشوح كويس واقلبها كل فتره كده. اثناء ما هي بتتشوح بقى ننزل عليها كده برشه سكر ورشه فلفل ومعلقه الثوم المدقوقه دي، ونقلب بقى تقليبه كويسه وتسيبها بقى. قلبتها سيبها تتشوح بقى لغايه ما تنشف خالص معاك، وكل السوائل اللي نزلتها دي تشربها تاني. اتشوحت شويه مع الثوم ومع البهارات. ننزل بقى كده ببصلتين كده متقطعين جوليان او طرنشات اللي انت حابه تعمليه بيهم، يعني تقطعها التقطيعه اللي انت حاباها. هنا هنبدا ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا، حابه تقطعيها ماشي، حابه تفرموها في الخلاط كله شغال يعني. قلبتها كده مع الطماطم وغطي عليها واسيبها لما تستوي، او بمعنى اصح يعني الطماطم تتسبك معاك شويه. كمان معانا بصلتين كبار زي ما قلت لكم. البصل من يعني المكونات الاساسيه بتاعت الوصفه دي. هي على ما اللحمه تستوي هتكون البصل ده اساسا واستوى كمان وما عادش ليه اثر. هنا بقى ننزل باول نوع من انواع الخضار اللي هنضيفوها، اللي هي الجزر والبسله، عشان هي بتحب السوا شويه. انما البطاطس اللي انا جايباها يعني بتستوي بسرعه، فانا مش هضيفها دلوقتي. ايوه بقى، فاضل بس حاجه بسيطه هنضيفوها قبل ما نضيف البطاطس، هي الشطه. دي بقى اساس الاكله بتاعت البحراويه، اللي هي الشطه. عندك شطه حمراء واللي هي الناشفه، اصحاني شويه ومعلقه كده وضيفيها. هما بيحبوا يكتروا لها الشطه اكتر، انما انا بقى حبيت اضيف لها قرنان شطه خضر كده. نبدا بقى ننزل البطاطس بتاعتنا. نزلت البطاطس وعاوزه اعرفك خلاها يعني سميكه شويه، عشان بحس ان هي اما تستوي ما تنهرش معاكي. هغطي عليها بقى واسيبها لما تستوي واوريها لكم بقى في الشكل النهائي.